ما كفاية يا نجم. لسان حال جمهور النادي الأهلي بعد إهدار كهربا فرصة، ومن بعدها إهدار ضربة جزاء قضت على طموح جيل كروي كامل، سواء في المشجعين أو على مستوى اللعيبة. بعد ما أهدر أمام فلومينينسي السنة اللي فاتت، بيرجع ويهدر أمام باتشوكا، وكأن السيناريو واحد، هو زعل جمهور النادي الأهلي. كهربا قاضي الطموح، قضى على طموح جيل كروي كان يأمل يلعب نهائي وياخد فضية واحدة على الأقل. كهربا اللي أخد فرص في كل الأوقات ووسط كل الظروف، وكل قواعد المنطق بتقول إنه لا يستحق، ولكن أخد الفرصة. كهربا يهدر علشان يزعل جمهور النادي الأهلي كله، بعد ما الكل فرح، بعد ما الشناوي ولاعيبة باتشوكا عملوا اللي عليهم وأهدروا أول ضربتين جزاء، الأولى يصد الشناوي والتانية تطلع بره، والطموح يطلع ويعلى علشان يجي كهربا ويقضي على كل ده بلمسة واحدة بس للكورة. أهدر خلال المباراة وخرج من الجيم تماما، ولكن بيرجع ويهدر في ضربات الجزاء. بس من يتحمل مسؤولية تسديد كهربا لضربة الجزاء؟ المدرب ولا مين؟ كهربا اللي كان خارج الجيم تماما دخل وشاط ضربة جزاء مصيرية في حياة جيل كروي كامل، مشجعين ولعيبة. ولكن إلى أين سيذهب كهربا مع المارد الأحمر؟ سؤال محتاجين ليه إجابة. هيكمل ولا هيتكل على الله؟ ما كفاية يا نجم. سيظل لسان حال جمهور النادي الأهلي عند سماع سيرة محمود عبد المنعم كهربا.